كثيرة هي الأخبار وأكثرها شائعات تربط نجوما مغاربة بالانتقال لهذا النادي أو ذاك. آخر ما تداولته الصحف التركية وهو أمر عار عن الصحة أن زياش ممنوع من الانتقال إلى أي ناد أوروبي بسبب دعمه السابق لغزة ضد الجرائم التي يقوم بها الكيان. الحقيقة أن هذا الأمر عار عن الصحة، إذ يكفي القول أن المغربي مزراوي أيد أيضا غزة وانتقل من البايرن إلى مان يونايتد، وهناك أسماء أخرى. ربما قد يكون هذا الأمر صحيحا لو كان زياش سينتقل إلى ناد ألماني، والأندية التي يتردد أنها مهتمة بزياش ليس بينها أي ناد ألماني. زياش لديه مشاكل كبيرة مع مدربه بوروك في غلطة سراي، ولم يحظى بفرصة كافية ناهيك عن تعرضه للإصابة. ويبدو أن راتب زياش البالغ نحو 3 ملايين يورو أو أكثر منها بقليل، وتعنت ناديه غلطة سراي هو العقبة الأكبر أمامه للانتقال إلى أحد أندية أوروبا. زياش مع غلطة سراي تراجعت قيمته السوقية إلى 5 ملايين يورو حاليا، ولم يلعب سوى 11 مباراة حتى الآن، وعدد منها كلاعب احتياطي، حيث وصلت دقائق اللعب إلى 320 فقط. أما بالنسبة ليوسف النصيري والذي ربطته تقاريره بنادي النصر السعودي، فبحسب الصحف السعودية النادي أوصل العرض إلى 35 مليون يورو، لكن فينربخشة رفض، ثم عرض نادي النصر عقد إعارة وأيضا رفضها النصيري. وآخر ما قيل أن النادي السعودي صرف النظر عن الصفقة. الوسط المغربي سفيان أمرابط فقد تم ربطه بالانتقال إلى نادي سعودي كبير، ويقال بأن الأمر يتعلق بنادي النصر، لكن يبدو أن مورينيو مدرب فينربخشة متمسك بلاعبيه النصيري وأمرابط، ويرى أن رحيلهما قد يخلخل التوازن المطلوب في الفريق. عموما الميركاتو الشتوي على الأبواب، والتقارير كثيرة جدا والشائعات أكثر، وكل شيء ممكن.